بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة نايل سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد تحياتي محمد عفيفي واستاد بترو سبورت. ختام الأسبوع رقم 18، افتتاحية الدور الثاني اللي بدأت ب7 لقاءات في ظل وجود مؤجل وحيد محمد حلمي المدير الفني اللي قدر ياخد بطولة هتكتب في تاريخه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بطولة السوبر رقم 3 اللي بيحصل عليها أبناء القلعة البيضاء. والنهاردة بيبدأ بجنش بطل اللقاء الأخير، ومعاه محمود حمدي، شوقي السعيد، 2 مساكين. قدامنا التشكيلة على الشاشة: أطراف الملعب أسامة إبراهيم في الجبهة اليمين، أحمد أبو الفتوح اللاعب الصغير اللي بيلعب النهاردة في ظل غياب محمد ناصف المصاب، وعلي فتحي أيضا اللي من أول الموسم ما ظهرش كتير. معاهم إبراهيم صلاح ومحمود دونجا، 2 وسط ملعب أمام المناطق الدفاعية. استنلي مع محمد إبراهيم ومصطفى فتحي، 3 مصممي هجمات للفيرود حسام باولو اللي بيظهر النهارده في اول مواجهه رسميه من البدايه. الناحيه الثانيه امير عبد الحميد في مرمى فريق الانتاج، 3 لعيبه في المناطق الاماميه النهارده اللي هيترجموا الفكر الهجومي للجهاز الفني للفريق الحربي. كل الامنيات الطيبه بختام جيد بعد ما بدا الاسبوع ال18 بمجموعه كبيره من التعادلات. في انطلاق المرحله كان يتعادل طنطا مع المقصه 0-0، والداخليه مع اسوان، وادي دجله مع بتروجيت برضه تعادل بدون اهداف، في الداخليه واسوان 1-1، والمقاولين خسر في ملعبه امام الاتحاد بنتيجه 1-0. سموحه قدم عرض جيد امام الشرقيه وفاز 2-0، وتعادل بين انبي والتعدين 1-1. واخر التعادلات الاهلي والاسماعيلي بتعادل سلبي قبل المواجهه اللي بنتابعها مع حضراتكم. قبل اللي فاتت كان واحد من اسباب فوز نادي الزمالك صعد بيه من دور ال8 للدور قبل النهائي، كله كان بضربات الترجيح، وبتبقى واحدة من ملكات حراس المرمى بيقدر المدربين والفرق يستخدموها في اللقاءات الحاسمة. ندخل بقى في ال90 دقيقة. على شمالنا الانتاج بالقميص الغامق الكحلي، على يميننا نادي الزمالك. ونقول التشكيلة مرة تانية. ادي قدامنا محمد ابراهيم هيشتغل في المناطق الامامية مع ستانلي ومصطفى فتحي، وهنشوف الظهور الاول لحسام باولو هداف الدوري الموسمين بعد ما انتقل من نادي سموحه. تلعب الكره اماميه، انما ياخدها من وسط الملعب سوسته في مساحه ضيقه. هنلاقي كتير في زحمه قدام 18 محمود فتح الله. قلنا الطريقه اللي بيلعب بيها الكابتن شوقي غريب، 3 في العمق دوت مع زمايله لما فقدوا الكوره، انما ياخدها تاني اوميد اوكري اللي بادئ اللقاء بشكل فيه حيويه ونشاط. مقطوعه من الونش محمود حمدي. ابو الفتوح طويله اماميه برضه ما بصش على حد من زمايله، يطلع محمود فتح الله يشيل، انما يظبطها تاني ستانلي قدامه السكه فاضيه، انما ما حدش قرب، انما ستانلي هيتعامل لوحده. يا ولد يا لعيب محمد ابراهيم ممكن، انما محمد ابراهيم كان ممكن يبص ويسدد، حب يلعبها لحسام باولو بينيه كده قصيره، انما تبعد الكره وتهرب في جمله قرب بيها لعيبه الابيض من 18 امير عبد الحميد. بدايه جيده للقاء من هنا ومن هنا، على عكس المباريات اللي احنا تابعناها كلها. يمكن الاهلي والاسماعيلي اخر تلت ساعه بس اللي كان فيه اثاره وحيويه من المهاجمين، وال7 لقاءات اللي قبل كده قلنا انتهى منها 6 بالتعادل. تلعب الزمالك، نشوف الضربه الركنيه تتلعب جامده، طالع جنش المره دي على مرتين ياخدها ويامن. محمود فتح الله بيعطله شويه لغايه ما لعيبته يرجعوا على وسط ملعبهم الدفاعي يتمركزوا بشكل كويس. جيل واحد كلاعيبه كوره نهايه السبعينيات وفتره الثمانينات كلها، سواء الكابتن شوقي غريب والكابتن محمد حلمي، 2 من لاعبي الوسط اللي كان عندهم مستوى عالي في الكوره. تتلعب تاني عند الونش، تاني خطأ للونش، خطيرة اوميد اوكري، جول. الونش بالخطأ التاني بعد ما اخطأ من 3 دقايق، وقلت مكان لا يسمح بالاخطاء. اوميد اوكري المجتهد اللي ضغط واستغل كده اللعبة اللي طلعت من الونش وحطها جوه الشبكة. الهدف الاول للانتاج الحربي. ادي الفريق الحربي والانتاج التهديفي ليه عن طريق اوميد اوكري، بعد ما اتضغط خطفها منه الراجل، كان لازم يشيل الونش من هنا، انما يا ولد يا لعيب جول. هدف لاوميد اوكري. وبص اخطاء بقى المدافعين، محمود حمدي الونش اللي قدم مستويات جيده في الدور الاول، انما اخطاء تكلف فرقته اهداف في منتهى الصعوبه مع الدقيقه 22. 1-0 للانتاج الحربي، ولسه بنتكلم من 3-4 دقايق بعد برضه ما محمود حمدي الونش كان اخطأ في واحده وطلب شعيشع يحط سن الجزمه. يلعب على طول تاني ابو الفتوح ليه محمد ابراهيم، بيدور قدام ال18 على باولو او فتحي في الناحيه العكسيه،
انما اللي بيقرب منه مصطفى فتحي، يا ولد يا لعيب على التمريره، تاني يقطع الدفاع ويطلع عن طريق لؤي وائل، مقفلين تماما. وهنشوف الفاول من مكان كويس قوي، حوار بين فتحي واسامه ابراهيم. من هنا هتتعمل عرضيه طبعا افضل بكتير من التسديد، يعملها اسامه، العرضيه خطيره حلوه، انما امير خطيره خطيره، فوقتنا حسام باولو اللي كان هيحضر باول اهدافه. لعبه سهله، باولو بيجيب اصعب من كده. بص شوف العرضيه البلسم، حلوه حلوه، انما امير يشيلها بايده بعد ما عملت بند، لانها ما كانتش جامده قوي، كان عايز يامنها باولو ويحطها في الارض كده عشان يصعبها على امير، انما لو حط جبهته ومن مره واحده المسافه قريبه لسه خطيره، يطلع الدفاع مره تانية. بدا يبقى الهجوم في شراسه للعيبه نادي الزمالك في اللعبتين اللي فاتوا، انما اوميد اوكري وادي ضرب الدفاعات والمساحات الفاضيه اللي موجوده، رفع عينه كويس قوي ابو شعيشه، انما هيستنى شويه. ابو شعيشه دخل المنطقه في منتهى الخطوره، العرضيه يطلع جنش، لسه موجوده الاثاره وضربه حره. لا اللقاء حلو، اندفع لعيبه نادي الزمالك، والهجمات المرتده هتعمل مشاكل كبيره لدفاعات شريف علي رقم 29. هنشوف مكان مين. ضربه حره محمود فتح الله وطارق طه، هيلعبها طارق جامده، جول جول جول، مش ممكن. 2-0، بطل السوبر متاخر امام الهجوم الحربي لفريق الانتاج. حيرتينا يا كوره، دوختينا يا كوره. 2-0 الانتاج الحربي، مفاجاه. ولا اكتر المتشائمين لنادي الزمالك يقول يتاخروا في اول 35 دقيقه، ولا اكتر المتفائلين للانتاج الحربي يقول يتقدم على البطل القادم من الامارات ببطوله في الكره المصريه بهدفين. انما بص شوف طارق عملها الراجل في منتهى الجمال. 2-0، محمود جنش اللي وقف الحائط البشري والمفروض واخد الزاويه الثانيه، هيسأل برضو مع الحائط عن الهدف. ادي اللعبه اتكلم عليها محللنا كابتن احمد سليمان مدرب حراس المرمى الكبير لمنتخب مصر. احمد رفعت واحمد جعفر وصلاح ريكو، 3 اوراق هجوميه يقدر يستخدمها محمد حلمي لو اتأزمت عليه الامور في المناطق الاماميه. ملعوبه الكره من جديد عند مصطفى فتحي من بره ال 18. فين فتحي بتاع زمان؟ ايمن حفني برضو غايب النهارده عن التشكيله. تتلعب ابراهيم صلاح، خطيره، انما تبعد الكره وتهرب، بيفقدوا كتير التركيز لعيبه نادي الزمالك في المسافات الاخيره في الحته الهجوميه. ولغايه دلوقتي السيطره كامله اماميه ملعوبه عند صلاح امين، بيلعبوا قدام ب3 صلاح امين وليد حسن واوميد اوكري، والثلاثه كمان بيشتغلوا دفاع النهارده، شغل جماعي لتشكيله شوقي غريب بشكل جيد. مصطفى فتحي تاني جوه ال 18، انما يتعامل معاها الدفاع. دونجا لاسامه ابراهيم في المساحه والمكان، ممكن العرضيه موجوده، هتعمل بند، انما امير عبد الحميد ياخدها. لسه المحاولات زي ما هي، مفيش اللعيبه اللي تفاجئنا بلعب نمطي وتحضير تقليدي من بره منطقه جزاء فتح الله ولؤي وائل. دونجا لازم واحد من الاثنين الديفندر اللي موجودين، دونجا وابراهيم صلاح، يبقى عنده نفس مواصفات مصممي الهجمات عشان يزود قدرات زمايله القدام، حتى مساعدينه في الجهاز الفني الوقت اللي جاي بعد ما اتأزمت عليه العمليه طوال ال 43 دقيقه. محمد ابراهيم يا ولد يا لعيب، خطيره، ابو الفتوح خطيره، مش ممكن. باولو جول جول جول، هدف لنادي الزمالك يفرق كتير في مجريات الامور. انما ابو الفتوح كان هيسجل، تيجي في العارضه وتروح لصاحب نصيبها حسام باولو. 2-1، 3 اهداف في شوط اول، هو الافضل خلال ال8 مباريات اللي احنا شفناهم تهديفيا، والاثاره اللي كانت موجوده في الحته الهجوميه. يبقى حسام باولو بعد ما ضربوا الدفاعات في جبهه ابو شعيشه، بص وش رجل ايه يا ابني، وش الرجل ده يا محمد يا ابراهيم، منتهى الجمال والروعه، تطلع طلقه من رجل ابو الفتوح ويكمل حسام باولو. الزمالك يحضر بجون مع الثواني والدقائق الاخيره. الدقيقه 44، 2-1 لصالح الانتاج الحربي بعد ما سدد ابو الفتوح. لسه جوه الملعب اهو في الاعاده، وبيكملها باولو بدماغه، هدف اول لصالح نادي الزمالك بمهاره واسرع وقت عن طريق محمد ابراهيم اللي ليه 50-60% من الجون. تاني ابراهيم خطير، محمد ابراهيم يا ولد يا لعيب، مش ممكن، خطيره محمد ابراهيم، فاق وفوقنا مع اخر 5-6 دقايق من احداث الشوط الاول. ضربه ركنيه موجوده، عمل شغل كويس قوي محمد ابراهيم، وانسحاب
اجباري لعيبه الانتاج الحربي عند ال 18 بعد ما تقدموا بجونين وكانوا مستنيين المرتدات السريعه زي ما عملوها النهارده في موقفين ثلاثه. ادي ضربه الراس برضه تروح سهله لامير عبد الحميد، الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. تابعونا ان شاء الله بين الشوطين وبعد اللقاء. زميل الاعلام ايضا في عمليه الضغط اللي كان بيعملها على المدافعين، جنده طويله انما معاها صفاره نهايه الشوط الاول. 2-1 للانتاج الحربي، اتقدموا عن طريق اوميد اوكري الدقيقه 22 وزود النتيجه طارق طه الباك الشمال مع الدقيقه 37. الدقيقه 43 يقلص الفتحي محمد ابراهيم ستانلي حسام باولو من غير مراكز ومن غير ارقام لغايه ما ندخل في اجواء اللقاء. والناحيه الثانيه امير عبد الحميد، محمود فتح الله، لؤي وائل، احمد سعيد اوكا، ابو شعيشع، طارق طه ومحمد محسن، سوسته، وليد حسن، اوميد اوكري، صلاح امين، ونزل شريف علي مع نهايه الشوط. انما خلينا نشوف بقى على شمالنا الابيض اللي كان معاه ضربه البدايه مصطفى فتحي، يروح من الجبهه اليمين، عرضيه في منتهى الخطوره، حلوه العرضيه، بدايه هجوميه مبكره مع اول 30 ثانيه. انما ابو شعيشع اللي دخل لجوه ويشيل وينظف بتمركز اكتر من رائع لضربه ركنيه. نتمنى الشوط الثاني ما يقلش اثاره عن الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول. دونجا يغير الملعب كويس، محمود دونجا في الجبهه اليمين لاسامه ابراهيم، العرضيه جميله خطيره انما تعدي الناحيه الثانيه. لو استغلوا عرضيات اسامه ابراهيم بشكل جيد. عايزه ايه بقى؟ عايزه تمركز من اللعيبه داخل ال 18 في اماكن مثاليه في مواجهه امير عبد الحميد خارج حدود الوطن. تلعب الكره تاني، اتكلم على عبد الظاهر السقا طبعا وعبد الستار صبري والرياض لاعب النادي الاهلي السابق. مصطفى فتحي بالمهاره، خطير، شرير، عرضيه مش ممكن بقى، ده اسمه كلام. ادي مصطفى فتحي بتاع زمان، الانطلاقه واللعيب اللي يعمل لك الفوارق ويوصلك جوه ال 18 لمناطق مهمه. بص شوف فتحي بيعمل ايه، مشكله مصطفى فتحي. انما باولو مالكش بخت فيها في العرضيه اللي فاتت. بص مصطفى فتحي سحب 2 لعيبه، تحس ان هو ايه، تحس ان الراجل خضر المدافعين، كان عامل شغل في منتهى اسماعيلي مواجهه قويه لابناء شوقي غريب، ضربه الحره خطيره حلوه، امير عبد الحميد فوقتنا لسه، خطيره لنادي الزمالك، الهجمه موجوده في منتهى الجمال، مش ممكن يا ونش، مالكش حظ يا ابني، خطيره اللي فاتت. الزملكاويه كانوا هيعدلوا، وادي على طول ضربه الراس منتهى الجمال والروعه. كان دونجا اول مره هو اللي عملها بدماغه، يطلع امير عبد الحميد اللي تالق النهارده في اكتر من فقره هجوميه مؤثره. بص شوف مصطفى فتحي ودونجا اللي قطع كويس قوي على القايم القريب وعملها بدماغه، امير يطلع اول مره، وادي الاعاده وبدماغه شوقي السعيد هو اللي كمل. انما بجوار القايم كان شوقي السعيد والله هو اللي حط دماغه، كان في ظهره الونش. انما بجوار الاعلى احمد رفعت من بره منطقه الجزاء يعلقها جوه ال 18 لجعفر. مصطفى فتحي الترقيصه خطير انما مش ممكن مصطفى فتحي تخبط الكره، وضربه ركنيه لصالح مصطفى فتحي. دخل ورقص وموه، رقصنا احنا كمان. بص الراجل مصطفى فتحي، بص الترقيصه وحلاوتها، بص الترقيصه توقع. احمد توفيق من الجبهه اليمين، مصطفى فتحي من بره ال 18 بيبص عشان يلعبها في اتجاه ستانلي، تقع عند احمد رفعت، تسديده جامده انما عليت، خدها من تحت لفوق شويه. الفكره كويسه، المكان صعب، انما لعيب بقول لحضراتكم عنده القدرات الخاصه ان هو يفاجئك في اي وقت. بص طالعه منه جامده، لو ركز فيها شويه كانت هتبقى في سقف الشبكه محدش يقدر يطلعها. ادي اللعبه وكطلع وش رجله عايز لتحت شويه. بص الكره اهي، خدها من تحت لفوق. Egypt.